مسجد في مصر كان في الأصل أقصى أنواع السجون اللي ممكن حد يدخلها. المؤيد أبو النصر شيخ ابن عبد الله المحمود كان من مماليك تاجر اسمه محمود شاه البزداداري، واللي قدمه هدية للأمير برقوق. طبعا احنا عارفين إن عصور المماليك كان معظمها فيها فتنة، وكانوا دايما بيغدروا على بعض، والفتنة اللي حصل فيها القصة دي اتسمت بفتنة منطاش. بالفتنة دي مماليك كتير اتسجنوا في سجن في الدرب الأحمر اسمه سجن شمائل، واللي اتعرف على السجن دوت إن هو من أقصى أنواع السجون. المماليك اللي اتسجنوا في الفتنة ديت كان هو المؤيد شيخ، علشان كده قرر وعمل عهد بينه وبين ربنا إن هو لو خرج من السجن دوت هيهده وهيبني بداله مسجد ومدرسة. الفتنة انتهت بموت السلطان فرج بن برقوق، وخرج بعديها المؤيد شيخ وبقى قريب جدا من السلطان الجديد، لدرجة إن الخليفة العباسي المستعن بالله الحكم عينه نائب للحكم وسماه الملك المؤيد. وطبعا محدش بيتعلم لأن المؤيد شيخ انفرد بالحكم، هد السجن بتاع شمائل وبنى عنده مسجد اسمه مسجد المؤيد شيخ. ولكن للأسف عمل حاجة رخمة قوي، إن هو خد باب مسجد السلطان حسن وهو كان تحفة معمارية وخده وحطه في المسجد بتاعه. لحد يومنا ده باب مسجد المؤيد شيخ هو في الأصل باب مسجد السلطان حسن، اللي أتمنى في يوم يرجع لمكانه.